برج الحوت، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنتكلم عن واحدة من أهم الفترات بالنسبة لكم في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2026، وهنركز على التوقعات من يوم 23 لحد 31 مايو. الفترة دي بالنسبة لك يا برج الحوت مش فترة عادية خالص، بالعكس فيها تحولات كتير، قرارات، استقرار، استرجاع حقوق، وبدايات جديدة على أكتر من مستوى. وفي نفس الوقت محتاجة منكم تركيز وهدوء وعدم تسرع، لأن في حاجات كده هتبان قدامكم بشكل، لكن حقيقتها بشكل تاني خالص. خلونا الأول بقى نتكلم عن الأجواء الفلكية اللي محوطاكم خلال الوقت ده يا حوت. الشمس موجودة في برج الجوزاء، وعطارد كمان متواجد في الجوزاء، وأورانوس بيديكم طاقة تغيرات مفاجئة وسريعة جدا، خصوصا في الأمور اللي ليها كده علاقة بالبيت والعيلة والاستقرار النفسي. المريخ بقى موجود في برج الثور، وده بيديكم طاقة حركة وتفكير مستمر، وكأن دماغكم شغالة 24 ساعة. أما المشتري والزهرة في السرطان، فدول كده من أجمل التأثيرات ليكم، لأنهم بيدعموكم عاطفيا ونفسيا بشكل كبير جدا، وبيفتحوا كده باب للحب والاستقرار والمشاعر الحقيقية. وفي نفس الوقت القمر الجديد في برج القوس يوم 31 مايو هيكون كده نقطة مهمة جدا بالنسبة لكم، لأنه بينور البيت العاشر عندكم. وده بيت مرتبط بإيه؟ بالمكانة والقرارات والشغل والسمعة والاستقرار الكبير في الحياة. يعني ببساطة يا حوت، احنا داخلين كده على فترة فيها إعادة ترتيب كاملة لحياتكم، وكأنكم أخيرا بتحاولوا كده تخرجوا من ضغط أو تعب أو حالة كنتم حاسين فيها إن انتم محبوسين جواها بقالكم فترة طويلة. خلونا بقى دلوقتي نمسك الأمور حتة حتة. أول حاجة كده الأمور القانونية والحقوق والاستقرار المادي. الفترة دي عند كتير جدا من برج الحوت فيها حالة واضحة جدا من استرداد الحقوق. ممكن تكونوا داخلين في موضوع قانوني، ورق، ميراث، تقسيم ممتلكات، أو شراء أو بيع بيت، أو حتى محاولة كمان استرجاع حاجة حسيتوا كده إنها ضاعت منكم زمان. في ناس من برج الحوت هتكون مركزة جدا في موضوع الملكية دي. يعني مثلا ممكن حد يفكر يشتري بيت، أو ينقل، أو يجدد بيته، أو حتى يبدأ من جديد في مكان جديد تماما. وفي ناس فعلا هتبدأ كده تصلح حاجات قديمة في البيت، أو تغير طاقة المكان بشكل كامل. وكأنكم يحوت عندكم كده رغبة قوية جدا إن حياتكم تنضف من أي طاقة قديمة أو تعب نفسي. الحوت خلال الفترة دي بيحاول كمان يبني أمان، مش مجرد رفاهية أو شكل، لأ، انتم فعلا يحوت محتاجين تحسوا كده ان انتوا ليكوا ارض ثابته واقفين عليها. وده واضح جدا كمان في التفكير المالي. في فلوس جايه عند ناس كتير من برج الحوت، لكن الفلوس دي غالبا كده مرتبطه بحاجه مهمه زي بيت، جهاز، ممتلكات، او حتى فلوس كانت متاخره عنكم. في ناس كمان ممكن يكون كده عندها بيع او شراء او تقسيم متعلق بميراث او ممتلكات مشتركه. الأهم بقى يا حوت إن العدل موجود جدا الفترة دي. لو ليكم حق هتاخدوه، ولو عليكم حق لازم يترد. فالكون كأنه كده بيعيد التوازن في حياتكم بشكل واضح جدا. أما بقى على الجانب المهني، فهنا بقى الوضع عندكم قوي جدا لكن متعب ذهنيا. انت يا برج الحوت عقلك كده مش بيهدى. تفكيرك في المستقبل وفي الشغل، في الاستقرار، في النجاح، في ان انت كده تثبت نفسك، وفي الوصول كمان لهدف معين مهما حصل. وكأن عندك حالة من الإصرار إن أنت توصل لحاجة كبيرة، أو على الأقل توصل لراحة نفسية تخليك مطمن على مستقبلك. في ناس من الحوت داخلة على مشروع جديد، في ناس بتفكر تغير شغل، وفي ناس عندها مقابلات أو اتفاقات أو عروض مهنية مهمة جدا. لكن هنا بقى لازم نركز على نقطة مهمة جدا يا حوت. عندنا يوم 23 و 24 مايو، دول من الأيام اللي محتاجة حذر شديد جدا. ليه؟ لأن في احتمال كبير يظهر حواليكم كده ناس عندها غيرة أو حقد أو نية مش صافية. ممكن تكتشفوا إن في حد كده بيتكلم من وراكم، أو بيحاول يوقع بينكم وبين ناس في الشغل، أو حتى بيحاولوا كده يستغلوا ثقتكم دي. خلي بالكم يا حوت، المشكلة مش بس في الأشخاص، لأ، المشكلة كمان إن إحساسكم وقتها هيكون متلخبط شوية. يعني ممكن تشكوا كده في شخص بريء تماما، وفي نفس الوقت الشخص الحقيقي اللي بيعمل المشكلة ما يخطرش على بالكم أصلا. وعشان كده بلاش تمشوا ورا الشك أو العصبية أو الأحكام السريعة،
وخدوا بالكم جدا يا حوت من أسراركم المهنية، الباسورد، الورق المهم، أو أي معلومات خاصة بيكم. الوقت ده مش مناسب إن انتوا تثقوا ثقة عمياء في أي حد، لكن بعد يوم 27 الوضع هنا بيبدأ يتحسن بشكل واضح جدا، خصوصا أيام 28 و29 و30 مايو كمان. الأيام دي تعتبر من أقوى وأجمل الأيام ليكم خلال الفترة دي كلها. عندكم كده قبول رهيب، حضور قوي، كلامكم مسموع، والناس كمان متقبلاكم جدا. لو عندكم بقى مقابلة شغل أو اتفاق أو مشروع أو عرض أو حتى فكرة كده عايزين تعرضوها، يبقى الأيام دي ممتازة جدا لكده. الحظ المهني عندكم يا حوت بيكون عالي، وفرص النجاح كبيرة جدا، وكأن الدنيا أخيرا بدأت تفتح لكم كده أبواب كانت مقفولة. أما بقى على الجانب العاطفي فخليني أقول لكم إن الحوت داخل على طاقة كده فيها حب واستقرار بشكل واضح جدا. في ناس كمان من الحوت هتفكر في خطوبة، جواز، أو خطوة رسمية، وفي ناس فعلا هتبدأ علاقة جديدة، لكن العلاقة دي مختلفة شوية، فيها راحة، فيها أمان، وفيها كمان إحساس كده إن الشخص ده شبه البيت. والجميل كمان إن كتير من البدايات العاطفية دي ممكن تيجي من خلال تجمعات عائلية أو مناسبات أو ناس قريبة منكم. يعني ممكن حد كنتم تعرفوه بشكل عادي جدا، وفجأة العلاقة تتحول لمشاعر وحب واستقرار. وفي نفس الوقت يا حوت، في ناس كتير من الحوت راجعة لعلاقات قديمة، لكن الرجوع هنا مختلف. مش رجوع بدافع الحنين وبس، لا، ده رجوع بسبب كده رغبة حقيقية في الاستقرار ولم الشمل وإصلاح اللي اتكسر كمان، خصوصا لو في أولاد أو عشرة طويلة أو ذكريات قوية ما بينكم. الحوت خلال الفترة دي مش بيدور على علاقة سطحية، انتوا فعلا محتاجين حضن نفسي، محتاجين كده حد يطمنكم ويحس بيكم ويشارككم تعبكم وأحلامكم كمان. لكن برضه يا حوت لازم تاخدوا بالكم جدا من تدخلات الناس في علاقتكم، خصوصا يوم 23 و 24، لأن في ناس ممكن كده تتدخل بالكلام أو تحاول تشحن طرف ضد طرف، وفي ناس ممكن تنقل كلام غلط أو تزرع شكوك بينكم وبين شريك حياتكم. وعشان كده أهم نصيحة للحوت خلال الوقت ده، ما تسمعوش لأي حد على حساب علاقتكم، وما تخلوش حد يدخل كده ما بينكم وبين الشخص اللي انتوا بتحبوه. لو في مشكلة حلوها ما بينكم، ولو في سوء تفاهم اتكلموا، لكن بلاش طرف تالت يدخل العلاقة، لأنه وقتها ممكن يكبر الأمور جدا. أما بقى بالنسبة للمنفصلين ففي نسبة كبيرة جدا من الرجوع والتصالح، لكن الرجوع هنا غالبا بيكون بدافع كده الراحة النفسية والرغبة كمان في بداية أهدى وأنضج، وكأنكم أخيرا فهمتوا قيمة بعض، أو حسيتوا إن البعد ده تعبكم أكتر ما ريحكم. وفي كمان أخبار حلوة جدا تخص الحمل أو الأولاد عند عدد كبير من مواليد الحوت. ممكن حمل، ولادة، خبر سعيد، نجاح لأولادكم، أو مناسبة حلوة كده تخص العيلة بشكل عام. يعني البيت والعيلة والمشاعر الدافية ليهم نصيب كبير جدا عندكم خلال الفترة دي يا حوت. أما بقى النقطة المهمة جدا فهي الروحانيات والإحساس. الحوت بطبيعته كده برج حساس جدا، وعنده كمان حدس قوي، لكن خلال الأسبوع ده تحديدا إحساسكم هيكون عالي بشكل مش طبيعي. أحلام واضحة، إشارات راحة كده أو عدم راحة من ناحية أشخاص معينة، إحساس كده بالحاجات قبل ما تحصل، كل ده هيكون قوي جدا عندكم يا حوت. لكن زي ما قلتلكم، فرقوا بين الإحساس الحقيقي وبين الشك، لأن في وقت كده ممكن الطاقة تكون مختلطة شوية، خصوصا في أول الأسبوع ده. فلو حسيتوا بعدم راحة من شخص خدوا مسافة بهدوء، ولو حسيتوا براحة وأمان اتجاه شخص معين فده غالبا بيكون إحساس صادق. الأهم بقى إن انتوا تسمعوا لنفسكم، لكن بعقل وهدوء. كمان الفترة دي حوت ممتازة جدا إن انت تقرب من ربنا والدعاء وترتيب النفس كده من جوه، لأن عندكم طاقة روحية عالية جدا، وأي دعوة أو نية صادقة ممكن يكون ليها تأثير قوي جدا في حياتكم خلال الوقت ده. وبصراحة رغم ان الاسبوع ده فيه شوية ضغط وتفكير وتحذيرات، لكنه في المجمل كده اسبوع جميل جدا يا حوت. اسبوع بيقول لكم كده ان التعب اللي انتوا عديتوا بيه ما راحش هدر، وان كمان في استقرار جاي بس بالراحة، وان كمان في ابواب كده بتتفتح بعد فترة طويلة من القلق
والتأجيل. عندكم استرجاع لحقوق، تحسن مهني، بدايات عاطفية كمان، واهتمام بالبيت والعيلة، واستقرار نفسي كمان بيبدأ يرجع كده واحدة واحدة. فحاولوا تستغلوا الأيام الحلوة صح، وتبعدوا عن التوتر والناس السلبية، وركزوا على نفسكم وعلى مستقبلكم. وأهم الأيام الإيجابية ليكم عندنا 28 و29 و30 مايو، أيام ممتازة للحب والشغل والاتفاقات والمصالحات ولأي خطوة جديدة. أما الأيام اللي أقل حظ فيها واللي ناخد بالنا منهم كويس 23 و24 مايو، خدوا بالكم فيهم من الكلام والقرارات والناس اللي حواليكم. وفي النهاية يا برج الحوت، انتم داخلين على فترة فيها كده خير كتير جدا، لكن الخير ده محتاج منكم كده هدوء وثقة وصبر. سيبوا الماضي اللي تعبكم، وافتحوا قلبكم للحياة الجديدة اللي جاية لكم، عشان واضح جدا ان الكون بيحاول يعوضكم عن حاجات كتير حصلت قبل كده. ويا رب تكون فترة مليانة راحة وطمأنينة وتحقيق أمنيات لكل مواليد برج الحوت. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد بنزله. ودلوقتي أقول لكم باي باي.